في إحدى جبهات الرباط عندما عادت به ذاكرته سنينا إلى الوراء، يوم كان يخرج في مظاهرات الثورة الأولى. لم تكن حنجرته التي تصلح بالصياح حينها، بل نفس مظلومة تعتق فيها القهر عقودا من السنين، مع أن عمره لم يجاوز بعد 20. مرت به الذاكرة على محطة أخرى يوم نزح مع والدته إلى إحدى القرى الآمنة نسبيا، وتوقف عند ظلم أهالي تلك القرية للنازحين عندما رفعوا إيجارات البيوت عليهم، مما دفعه لبيع ذهب والدته. تذكر أيضا أصدقاءه ورفاق دربه في الجهاد الذين استشهدوا، وكان سبب شهادة بعضهم معارك لم يخطط لها بشكل جيد، أو بالأحرى لم يخطط لها. مر شهران وهو مرابط في ذات المكان، تاركا أمه تعيش من السلات الإغاثية التي تمنحها المنظمات في القرية. سرح بناظريه يمينا وشمالا، غاضبا من شباب المنطقة الذين تركوا البلدة وهاجروا ليدافع عنها غيرهم، وغاضبا من بقية الفصائل التي لا ترسل جنودها للرباط، ومن المجاهدين الذين لا يجاهدون خارج مناطقهم. وبينما هو مستغرق في تفكيره، أتاه أمر قائده: تجهز بسرعة، فلدينا عملية الآن مباشرة. أخذ بندقيته ومضى مسرعا فرحا بقتال بعد طول رباط، أملا في نصر أو شهادة. وعندما وصل إلى مكان العملية وجد أن العملية ليست ضد النظام، بل ضد فصيل مجاهد آخر دب اقتتال بينه وبين فصيله. نظر في بندقيته وقال لها: ما لهذا حملتك؟ شعر باشتياق عجيب إلى أمه، انطلق إليها ليشكو إليها ضيق صدره. دخل القرية فرأى والدته قبل أن يصل إلى بيته. رآها جالسة على قارعة الطريق تبيع الخبز لتؤمن لقمة عيش كريمة، بعد أن خذلتها منظمات الإغاثة التي كانت تتحيز لعوائل دون غيرها. احتضن أمه وبكى بكاء مريرا، ثم أخذها إلى البيت، أجلسها وجلس عند قدميها ووضع بندقيته جانبه. ظلم أبناء المنطقة للمهاجرين والنازحين برفع الإيجارات وأسباب المعيشة ظلمة، وظلم الفصائل بالتوزيع غير العادل للعطايا وبتولية الأشخاص غير المؤهلين في مناصب قيادية ظلمة، وظلم المغتربين بتوقفهم عن العطاء والمساعدة لأهل البلد ظلمة، وظلم القادة المقتتلين الذين جعلوا الجند وقودا لمعاركهم ومناهجهم وخلافاتهم ظلمة، وظلم أبناء المنطقة بفرارهم من مناطقهم وانتظار غيرهم ليدافعوا لهم عن بيوتهم وأراضيهم ظلمة، وظلم المنظمات الإغاثية بالتحيز في توزيع الإغاثة ظلمة. ظلمات بعضها فوق بعض. لا تلعن الظلام، بل أشعل شمعة. لا شك أن هنالك شموع هنا وهناك، وأن بعض الجماعات والمنظمات فيها خير عظيم، ولا شك أن ظلم النظام أضعاف الظلم الموجود بيننا، ولا شك أن أكبر الظلم هو خذلان هذه الثورة واعتزالها. هي ليست دعوة للفرار، بل لتصحيح المسار. علينا أن نعترف بواقع وجب تغييره حتى ينصرنا الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن أكبر تحول يمكن أن يحصل في ثورتنا هو الانتقال من ثقافة التشكي والمظلومية إلى ثقافة تحمل المسؤولية. فلنبدأ باعترافنا بأخطائنا وبتغيير أنفسنا، ففي هذا نجاتنا. ابدأ بنفسك وأقم العدل على من تليهم حتى ترتفع هذه الظلمات، وحتى تتوجه أيادي المستضعفين بالدعاء للثورة لا عليها. إن أردتم أن ينصرنا الله فلا تظالموا، ارفعوا الظلم عن المجاهد الصادق، فلا تزال بندقيته بجانبه.